عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. استعدوا كده يلا على طول عشان النهارده يومنا كله نشاطة حيوية وطاقة إيجابية. دخلت دخلة كده بقى صاحية ايه بالي رايق وايه بمزاج. رحت دخلت كده اشوف بقى الشقة اللي ورايا، فداخلة ببص على الشقة، ببص على الأوضة لقيتها خراشي. بقى انا اي حد يخش عندي ويشوف منظر الاوضه ده، قلت لا طبعا هنخشوا نروقوا ونظبطوا كل ده معاكم. فالنهارده الفيديو بتاعنا يكون عباره عن ترويقه الاوضه بتاعه الاطفال علشان مبهدله جدا. فالوقت على طول مش عايزه احرق لكم الفيديو بتاعنا، فعلى طول من غير كلام كتير من غير اي حاجه نقول يلا بينا. دخلت بقى على طول على الأوضة. فضلت بقى دخلت قعدت أريح، وأحمد زي العادة دخل يخلص عليا. بس هنا بقى يا جماعة فضل يخلص عليا ويترقص كده. قلت له يا ابني اقعد ساكت بقى، عايزة أصور. هو أنت عندكش دم؟ والواد رايح جاي ولا هو هنا ولا كأني بتكلم. مستفز. أنا بقدم لك رسالة وأقول لك مستفز، بس هو مفيش كده. كان تعير رخيم. وهنا بقى يا جماعة هنظبط على طول السراير وننضفها ونظبطها علشان كل حاجة تبقى على سنكة 10، كل حاجة مظبوطة. والنهاردة كمان بقى هنعمل ايه؟ هن هنشيل كمان الأوضة وهنعمل كل حاجة مع بعض سوا كده. يلا يا حبيبتي كده قومي كنسي بيتك ورش، ما انتش عارف فين هيخشوا. يلا هنا بقى ايه، ابتديت اشد كده، دي بتحمي المراتب، فشدتها بقى كده وظبطتها. وبعديها بقى ايه قفشت المخدة وقلت يلا بينا على طول نحطها. فابتديت بقى اركبها، ويا جماعة بقى كده هركب المخدة عشان نرص كل حاجة ونظبط كل حاجة وكل حاجة تبقى على سنك 10. فابتديت بقى اركب المخدة عشان نرصها مكانها كده. ما هي الست مننا ايه لازم تقوم تروق وتظبط وتنضف. قوم يلا كده يا حلوة انتي وهي، متفضلوش قاعدين كده. هو ايه ده؟ ايه ده؟ انتي بتعملي ايه يا بنتي يا جاني؟ بصور فيديو. طب ما تجيبي اسجل شوية. بصي بقى انا عايزة اسجل النهاردة فالنبي امشي. ايه ده الواد احمد بينط على السرير. قوم يا قوم ابعدي بقى والنبي اسجل شوية. ماشي. وازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وبسلام. يا عبد سلام، انت يا بنت بتردي عليا؟ انا اتكلم. انا اسفة كملي. بصحة وبسلام ونشاط وحيوية وطاقة ايجابية. انت بتقلديني على فكرة. بقلدك من يا بات، انت اللي واخدها مني. كملي طيب كملي، انا اسفة. فالنهاردة يا جماعة بقى زي ما قلنا كل يومنا النهاردة نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. فدخلت على طول بقى على فكرة انا اللي روقتها. ما تخلصي يا بنتي بقى، مش عارفة اقول كلمتين على بعض. على فكرة انت قايلة اكتر من 5 كلمات. هو ايه ده؟ بنت خش جو. يا جماعة بقى زي ما انتوا شايفين ركبت الكيس كده حلو وندي. طبعا غسلنا الكبرتات وظبطناها ونضفناها وشلنا الحاجات. طبعا احمد هنا بيوريكم مونديال 5 احمد. هو رقمه 5 بيقولك يعني مش 79. فبيوريكم انتي. طيب دخلتي ليه بقى الوقت؟ انا اسفة انا اسفة كملي. طب ينفع اكمل بس 5 دقايق؟ 5 دقايق انا سري. ماشي كلام.
ويا جماعة بقى كده زي ما انتوا شايفين هنا بقى بنركب الكيس عشان كل حاجة تبقى حلوة. قفلت السوسة، كنت بحسب مفهوش سوسة، السوسة يعني بايظة، فلقيت السوسة شغالة، قلت ايه ده شغال. ركبتها تاني وظبطتها. احمد بقى العبيط عمال ايه، يضرب 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 يضرب. قلت له اطلع برا برا برا. مستفز اوي يا جماعة، مستفز. فهنا بقى ايه المخدة كنت بلعب بيها. بصوا يا جماعة، شايلاها على كتفي. ما كده اكملها مين؟ يا لهوي، انا اللي هكمل. خلاص كملي. وهنا بقى ابتديت اركب الكيس. الكيس كان ضيق حبتين، لكن حلو ونضيف وكويس. هو قالوا لك الكيس عامل ايه وانا معرفش؟ يا بنت راسي، انتي مبتعرفيش تسكتي؟ خرب باتك. انا اسفه، انا اسفه. ينفع بقى اتكلم 5 دقايق؟ 5 دقايق ماشي، اتكلمي. ويا جماعة بقى كده زي ما انتوا شايفين، انا ابتديت ان انا، هي معلش قالت كل حاجة بس انا هقول لكم تاني. هنا بقى يا جماعة ركبت الكيس للمخدات للمخدات يعني الطويلة والمخدات الكبيرة. وبعد ما ركبت كله ما كنتش لاقيه المخدة التانية، فضلت ادور عليها ولقيتها. قلت الحمد لله. بس لقيتها بقى بعد ايه، بعد ما خلصت السرير وابتديت في السرير التاني لقيتها. رحت قلت خلاص انا اركبها بقى وبعدين نبتدي في السرير التاني. هنا بقى جبت القماشة بتاعتنا عشان ننفض الخشب كده بتاع السرير، وننفض السرير بتاعنا، وننفض كل حاجة. ابتديت بقى انفض كده كل حاجة، وبعدين نفضت السرير بعد الخشب. وبعدها بقى ايه، هنفرش الكبردة ونرجع لكم على طول. مش هنطول عليكم، هنفرشها على طول ونجيلكم. نروح فاصل قصير، اوعى القناة تتغير. نفرش الكبردة على طول ونرجع لكم. قولولي بقى يا جماعة قبل ما نفرش الكبردة، قولولي في الكومنتات احطها على الشكل ده، شكل ميكي ماوس ولا شكل دورا، الشكل البينك ولا الشكل الاحمر. انا حطيتها على الاحمر بصراحة علشان ما يقيحش. فانا هفرش الكبيرة دي سوري. هفرش الكبيرة وارجع لكم. 1 2 3 جو جو. هيلا هوبا. ده احمد. يا جماعه بعد بقى ما شديت المخدة وظبطت الحاجة كده وظبطت برضو السرير، هنحط بقى المخدة اللي بيترقت عليها دي، وهنحط برضو المخدة التانية. ظبطنا كل حاجة يا جماعة، كل حاجة بالتفصيل الممل هنعملها النهاردة. تركاية بالراحة بالراحة بشوش بشوي بشوش. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اسكتي. خلاص. على فكرة انت يا بنت قعدت اكتر من 5 دقايق تتكلمي، تسيبيني بقى اتكلم؟ ينفع تسيبيني 5 دقايق على بعض؟ وهنا بقى احمد كنت بنزله على السرير، كنت بقوله تعالى اشيلك. فشلته بقى. ليه بقى شلته؟ عشان اخرجه من الاوضه. قلت له قوم هعمل معاك مشهد، انا اسفه اني كدبت عليك يا احمد، سوري. ويا جماعه ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات مقالب كتيره قوي اعملها في احمد وتحديات حلوه كده منكم. هنا بقى ابتديت على طول في السرير التاني. ابتديت بقى اشيل كده كل الحاجات من على السرير واظبطها. فابتديت بقى اشيل المخدات واظبط كل حاجة.
وهنا بقى شلت برضه البتاع اللي بتحتفظ بالمرتبة، وانفض السرير علشان افرش الكبرتات. كبرت الملاية مش فاكرة اسمها ايه. هنفض الاول الخشب والسرير، وبعدين هفرش بقى ايه كل حاجة. يا احمد يا خالي، انت خلص يا احمد على فكرة، والله خلص. بيعد بقى انت لازقة تاريخي. على فكرة يا بنتي انت عديت ال5 دقايق، ابعدي بقى اتكلم شوية. يا لا معلش 5 دقايق كمان، اديك اخر 5 دقايق. مش يا باه. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة، هننضف كده ونشد الكيس بتاع المرتبة ونظبطها. بقول انا لكم بعد اذنك 5 دقايق وتعالي تاني. وهنا بقى قعدت اريح 5 علشان تعبت خلاص. تعبت من اول سرير. هو في حاجه اسمها تعب؟ قومي يا بنتي انت وهي كده، خليكي نشيطه وسريعه كده، ما تبقيش كسوله سيء. هو انا كسوله؟ انا حبيبتي حلوه. خليكي كده نشيطه، ما تقولوش على نفسك كسوله. انت حلوه ونشيطه وجميله وكل حاجه. فعلى طول بقى ابتديت اركب المخدات واعمل. هو اللي خلاني فرهد مين؟ احمد. يا جماعه مش راضي يقوم، ما بيحلش عني، ده مستفز والله، مستفز رخيم. قلت له قوم يابا. كل ده عشان شدته بالقلم. قولوا لي والله عندي حق اضربه، مستفز مش قاعد ساكت. ده رخم قوي على فكره. انا مش عايزه اتكلم معاك تاني، ده انت رخم يا بارد. انا بقى كنت بحاول اقفل السوسته، بس طلعت السوسته بايظه. فقلت طب انا هفضل اعمل فيها كده لحد ما تتقطع، هسيبها يا ست وقومي ايه نكمل فرش السرير التاني. فعلى طول هنفرشه على السرير، هنفرش يعني الملاية الكبيرة. يا جماعة مش فاكرة اسمها والله، اللي عارف اسمها يكتب لي في الكومنتات. فهنفرشها بقى. قولولي برضو يعني افرشها على انهي شكل؟ شكل ميكي ماوس ولا شكل شكل البامبي ولا الاحمر؟ فرشته بقى كده على طول وخلصته. ونحط بقى المخدة كده في الحيطة، ونحط كمان المخدة اللي بنرقد عليها، ونحط المخدة التالتة. بس كده. بس بقى كده زي ما انتوا شايفين ظبطناها كده. وهحط برضو المخدات من الناحية التانية، يعني ايه غلتها طويلة زي اللي في الوش هناك دي. وهحط بقى المخدة التانية كده. بس كده. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصنا السراير. بس في حاجات كتيرة قوي ما اتشالتش، فنروح نشيلها على طول وارجع لكم تاني. كل ما اشيل حاجة يا جماعة الاقي حاجة تاني، اقول لهم ده انتوا على كده انتوا مستفزين. انتوا الاخرين يا لهوي. بصوا هنا بقى كنت بشيل حاجات. سوري يا جماعة. وهنا برضو بقى شوفوا شلتهم لقيت مناديل في الارض. يا لهوي. هنا بقى قلت له من على طول نشيل السكات، ما تكوريهاش، اعملها ازاي كده. ايوه اتنيها كده، وهبدي بقى ادي والريح يودي في الهب. ادي والريح يودي. نفض 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 نفضي يا بيت نفضي. فضلت بقى نفض فيها لحد ما نزلت كل التراب بتاعها. وبعدين بقى شلتها وقلت يلا بينا على طول على ايه التاني. فضلت برطتني كده في التانية وبعدين نفضتها.
بس ونشيلها ونعمل السكادة الكبيرة ونرجع لكم بعد بقى ايه ما نعمل قبل ما نشيل يعني السجادة الكبيرة. همسح الايه الشاشة، والحتة اللي تمسحها ما تقعدش ترجع عليها عشان تبقى نضيفة. هنا بقى هنرش المية كده علشان نشد ونظبط الأوضة. هنا بقى ابتديت ان اعمل ايه اشد الأوضة. فضلت بقى اشد فيها كده لحد ما خلصنا. بس كده ابتديت اشد بقى كل المية على ايه الحمام على طول. بس كده بقى بعد ايه ما خلصنا شد وحاجات نروح ايه نكمل الحمام. لقيته مش نضيف، اسيبه؟ لا، دخلت عليه بقى شلت كل حاجة. رحت سقيت منه لقيت بقى بتاع ايه كده، رحت شلت على طول ازاز وارمي كل حاجة يا جماعة. طارت، مفيش حتى حاجات ما بقتش في حتة واحدة، بقت في كل حتة متوزعة يعني. يا لهوي يا لهوي. والازاز اللي بخلصه اتعكه كده واعمل ايه واسيبه يتصفى ويتنشف كده وكل حاجة، وبعدين ايه ارجع تاني يعني. بس كل حاجة بتبقى قشطة، ما نسيبش اي حاجة وسخة او مش نظيفة. هنا بقى افتح المية على طول وابتدي ارش، بحس ان ايديا مصفلطة فبتخليه يقوم ويجي تاني، فاقول يا لهوي. هنا بقى ايه ابتديت اغسله كده كويس وحلو، اشيله يتصفى واجي تاني اشيل اللي بعده واعمل تاني كده شغالين مش هنقف احنا. ابتديت بقى اشيل في الرف التاني، بس ايه لقيت فيه بقى ايه حاجات ازاز لو وقعت هتنتش، فقلت خلاص اسيبه. وانا بقى شلت الصابون، شلت كل حاجة، فكل حاجة بقى كده شلتها. ده بقى ايه طلع بتاع امل، انا معرفش ان هو اصلا بتاع امل، فانا بلعب فيه. ففي حد يعني عدى وقال لي على فكرة ده بتاع امل. قلت له اه والله. قال لي اي والله العظيم. قلت له يا لهوي. ففضلت برضو ما سكتش، فضلت برضو اعمل فيها، لقيتها بقى مش راضية تعمل. قلت والله ان شاء الله عنك ما اتعملتي. بس يلا غسلت ايدي وبعدها ايه كملت ايه اشيل واعمل. متنسوش يا جماعة تحطوا سبسكرايب واللايك وشير للقناة. ولو وصلت يا جماعة معايا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. بس نشطفه ونخرجوا برا، نشطفه ونخرجوا برا. بس كده. ده نعمل الرف الأخير. قلت هطول السيدة بس طولته الحمد لله. ورش الأسنان والدوني. وفين البلع؟ ايه ده ايه يا لهوي. هنا بقى ابتديت اني اشيل كل حاجة. شلت بقى كل اللي عرفه والحاجات الخفيفة، شلت الازاز كده كله بحاله، واقلب واقلب واقلب، والحمد لله نشنتها يا جماعة. وانا برضو اي حد يا جماعة، ده انا لا اي ولا زي قلت بقى ادعك كده، ادعك من الوش ومن الناحية التانية يعني كل واحد.
دعكت بقى برضو الحيطة وكل حاجة. يعني نعمل دول ومش هنعمل مكانها؟ لا طبعا. النور اتقفل، معلش غلط. قفشت بقى الخرطوم وفضلت ارش. كنت خايفة الاقيك على الكهرباء بس الحمد لله محصلش حاجة. ربنا سترها ياما، امشي تخرج في السليم. كفاية كفاية كده كتير. فضلت بقى اشطف كده على طول في كل الحيطة. وكل حاجة بقى بقت على سنكة 10 ونضيفة. نضفتها كده، حطينا نقطة اومو مع مع شوية مية علشان نرخي كده ونخلي كل حاجة قشطة. هنضف بقى كده حوالين الحمام بالخرطوم ونضف كل حاجة. بصوا يا جماعة بقى كده هنرص الازاز واحدة واحدة بعد ما نشفناه وظبطناه. نرص كل حاجة على الرف. نرص بقى كده كل حاجة كل حاجة. الحاجة اللي ملهاش لازمة على طول نرميها. الحاجة اللي ملهاش لازمة على طول رميتها. نرص الشامبو الدوني الحاجات كلها. ما سبتش حاجة واي حاجة تتحط كراكيب، هي مش اي حاجة. ابتديت بقى كده ارص في الرفوف ريت الحاجات، والحاجات في حاجات برضه اترمت. ممكن حاجة تكون صلاحيتها خلصت، كراتين فاضية، معجون سنان، كان حلاقة قديم، رميت كله. مسبتش حاجة. رص بقى كده الصابون، رص كل حاجة. رص بقى يلا على طول ندعك الحمام. دعكت بقى الحيطان وكل حاجة والأراضي والجبال، مسبتش حاجة ما دعكتهاش. دعكت كده الحيطان كلها نضيفة، ما سبتش اي حاجة. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. ندعك بقى كده كل حاجة قشطة. وهنا بقى كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين ابتدينا ندعك كل حاجة حلو كده ومظبوط. كل حاجة بقت على سنكة 10. انا كنت بعمل فقرة الساحر. بس كده كل حاجة بقت قشطة. نرش بقى كام مية في كل حتة بس.
بصوا بقى نضيف ازاي بحل. خلاص انا اتبهدلت اوي. ابتديت اغسل الحيطان والبيبان والاراضي كل حاجة. انا اهدم دي كده بقى كل حاجة قشطة، ملينا الحاجات وكل حاجة. كده بقى كله قشطة. نرش كده ونشطف حوالين الحمام. بس كده تكون نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب ما كنت طولت عليكم. متنسوش بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان اوصلكم اي فيديو جديد، واكتبوا لي بقى مقالب والحاجات وحاجات حلوه كتير اعملها فيها. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام باي.